السلام عليكم. يا ريت اللي بيشوف الفيديو ده دلوقتي يكمل معايا متابعة الفيديو للآخر، واتمنى من حضراتكم دعمي بلايك للفيديو وكومنت برأيكم وسبسكرايب للقناة علشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. تابعوا معايا الفيديو. كلنا فاكرين الفيديو بتاع المحامي المحترم عبد الله عرفة لما كان بيتكلم في الفيديو بيقول ان هو تقدم بعريضة وشكوى للمكتب الفني للنائب العام علشان يطالب باستخراج جثة ابراهيم شيكا الله يرحمه وجثة دينا مراجيح الله يرحمها شرعي لعرضهم على الطب الشرعي علشان يتبين لنا اذا كان في اخذ اعضاء من الجثتين او لا. طبعا الطلب ده علشان يتقبل هو كان هيتقبل، ولكن النيابه بتاخد شويه وقت انه المحامي ما يقربلوش حاجه، ما يقربش لابراهيم شيكا حاجه ولا يقرب لدينا مراجيح. تعالوا بينا بقى نشوف فيديو بتاع عبد الله عرفة عشان اللي ما شافوش الفيديو يرجع يشوفه مره تانية. تعالوا بينا نشوف فيديو المحامي المحترم عبد الله عرفة ونرجع مع بعض تاني. أنا تقدمت بعريضة وشكوى للمكتب الفني للنائب العام بطلب فيه استخراج جثتين إبراهيم شيكا ودينا مراجيح وعرضهم على الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان إذا كان تم سرقة فعلا أخذ أعضاء ولا أجروا جراحة إيه، نوعية الجراحة اللي أجروها. هنا العظام بيبان إن شاء الله، وأنا قارئ في الطب الشرعي إلى حد ما، وإن شاء الله خير. ما إحنا مش هنسيب مصر تعشش فيها البوم ولكن المفاجأة بقى الكبيرة واللي احنا كلنا كنا مستنيينها الصراحة، وانا واحدة من الناس كنت مستنياها، ان والدة شيكا الله يرحمه راحت للمحامي وطلبت باستخراج جثة ابنها ابراهيم شيكا علشان يعرضوه على الطب الشرعي علشان عايزة تتأكد اذا كان في فعلا اخدوا منه اعضاء او لا. ممكن تتفتح في داخل مصر. تجارة الأعضاء أصبحت الآن في مواجهة النيابة العامة. يعني خلاص كل الحاجات بقى اللي انتوا كنتوا بتسمعوها، دينا مراجيح وما اعرفش والعيال اللي ماتت واللي باعوا كليتهم واللي باعوا الكبد واللي عملوا ايه والاتجار في الاعضاء والفنانين والمشاهير والناس اللي انتوا كنتوا بتقولوا اصل الدولة ما بتجيبهمش، لا خلاص النيابة العامة دلوقتي ابتدت التحقيق فعليا في قضايا تجارة الاعضاء. وطبعا هي اتهمت في الموضوع ده الفنانه وفاء عامر زي ما هي قالت، يعني احنا مش بنقول من عندنا حاجه، زي ما هي قالت اتهمت في الموضوع ده الفنانه وفاء عامر ومراته هبه ترك. طبعا زوجة ابراهيم شيكا استقبلت الخبر ده ازاي، نزلت على الفيسبوك عندها وقالت كده: يا فرج الله الواحد صاحي على الحق، هانت واي حد غلط فيا هيندم ندم عمره. يعني عايزه تقول لنا ان انا ماليش دعوه بالموضوع ده، ولو في موضوع اخذ اعضاء او لا انا ماليش علاقه بالموضوع ده كله. طبعا المحامي المحترم اللي وكلته والده ابراهيم شيكا الله يرحمه بعد ما قدم الطلب النيابه وافقت عليه وهيقوموا باستخراج جثه ابراهيم شيكا لعرضها على الطب الشرعي علشان يتبين اذا كان في يعني اخذوا اعضاء منه او لا. وده يعني هيكون الفيصل، ده النهائي كده ان شاء الله هيكون الفيصل، وهنعرف علشان كمان نطمن وعلشان كمان اي حد يعني مدين باي حاجه يتحاسب عليها. ايه اكتر حاجه بتتمنى لي في الدنيا؟ ان ربنا يكرمك وربنا ياخد بيدك يا حبيبي ويسعدك ربنا وينولك اللي في بالك. المجال بقى يعوض صبرك خير. دي بقى التطورات الجديدة اللي حصلت في موضوع إبراهيم شيكا. أما بالنسبة لموضوع التطورات الغريبة والعجيبة في موضوع مروة يسري أو المعروفة إعلاميا بمروة بنت مبارك، ونقلا عن الأستاذ المحامي أحمد مهران بيقول إن ده أغرب سيناريو ممكن تسمع عنه في تاريخ القضايا، لأن الكلام اللي حصل إيه، إن مروة يسري أو مروة بنت مبارك بعتت له رسالة من محبسة وطلب بتقولي ان هي مجال لزيارتي انا والاستاذه المحاميه هنادي حسان، وبالفعل راحوا زاروها وطلبت منهم رسميا الغاء التوكيل بتاع المحامي طه الزقلاوي، لان بتقول كده: وصلني معلومات عن تمويلات وان المحامي بيصرح تصريحات بتضر بموقفي والفقد الثقه، وطلبت عمل توكيل جديد بيضم فيه عدد من المحامين، واولهم اللي يضم فيه الاستاذ المحامي احمد مهران والاستاذه المحاميه هنادي حسان والاستاذ المحامي وحيد الكيلاني، وانضم لهيئه الدفاع الاستاذ المحامي هاني عوض ليكون شريكا لنا ومتحدثا اعلاميا. وبالفعل تم الغاء توكيل المحامي ومروه عملت لنا توكيل جديد وبدانا نجهز خطه الدفاع، والموضوع ما خلصش كده.
نقلا عن الأستاذ المحامي أحمد مهران بيقول: المفاجأة المرعبة، فجأة المحامي القديم رجع في الصورة تاني. إزاي؟ وصل لنا معلومة إنه تواصل مع مروة داخل محبسها عن طريق تليفون دخل لها، واستطاع باستخدام أساليبه الملتوية واحترافه الكذب خداع المسكينة والضغط عليها واقناعها ترجع له تاني. والكارثة إنه كمان قدم طلب للنيابة يطلب ندب مأمورية من الشهر العقاري علشان تعمله توكيل جديد وتلغي التوكيل بتاعنا في نفس الأسبوع. السؤال هنا بيقول: ازاي ده حصل؟ مين دخل التليفون ومين اللي بيدير اللعبة دي من ورا الكواليس؟ وهل في فعلا فلوس بتندفع من بره مصر لبعض الاشخاص؟ وهل في تهديدات ومصالح ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ احنا موقفنا واضح جدا، ونكرر: لو مروة رجعت للمحامي القديم واصرت، احنا هننسحب فورا من القضية، لاننا مش هنقبل نكون جزء من مسرحية فيها اكاذيب، ولا هنشارك في لعبة قذرة كلها تحايل ولف ودوران، ولا هنكمل مع موكل مش عارف هو عايز ايه، ولا هنحط ايدينا في ايد المحامي ده. بس وبيوضح ان قد ايه القضية صعبة جدا والموضوع خطير. ولو وصلتوا معايا للدقيقة دي من الفيديو، احب اشكر حضراتكم جدا على متابعة الفيديو، واتمنى من حضراتكم دعمي بلايك للفيديو، كومنت برأيكم تشاركوني فيه، وسبسكرايب للقناة علشان يوصلكوا كل جديد بقدمه. واشوفكم على خير ان شاء الله، وباي باي.